من أعلى قمة من برج القاهرة، ونحن نرى قاهرة المعز الجميلة. أجواء شتوية ولكن المكان أروع. تحفة المكان وروعة الموقع بتجبرنا إن احنا ننحني احتراما لبرج القاهرة. برج القاهرة أعلى من الهرم الأكبر بحوالي 43 متر. برج القاهرة القاعدة بتاعته بازلتية، نفس القاعدة اللي اتبنى على أساسها الهرم الأكبر. برج القاهرة فيه حوالي 62 طابق، ومن العلم ان اعلى برج في العالم هو برج خليفة في دبي، يليه برج شنغهاي، وحضراتكم طبعا عارفين ان رقم 3 هو برج الساعة في مكة. وبرج القاهرة ارتفاعه 187 متر. البرج بناه مهندس اسمه نعوم شبيب، واتبنى سنة 1956 وافتتح في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1961. برج واخد شكل زهرة اللوتس، شكله جميل جدا، وله قصه ان الولايات المتحده الامريكيه اهدت لمصر حوالي 6 مليون جنيه علشان مصر تتنازل عن دعمها للقضيه الجزائريه، ولكن مصر لم تتنازل عن الدعم، وكانت النتيجه ان احنا خدنا 6 مليون وبنينا بيهم برج القاهره. برج القاهره جميل، ان شاء الله يبقى في برج ايضا اسمه البرج الايقوني في العاصمه الاداريه. البرج الايقوني هيبقى اكبر برج في افريقيا وثاني اكبر ابراج الشرق الاوسط. ادعوكم لزياره برج القاهره، هذا المكان المتميز جميل. في كود سكول حضرتك بتحتفظ بيه من خلال زيارتك برج القاهره، بتسجل معاه الاسم الاول، تاريخ الميلاد، اكتر لون بتحبه، يكون مكتوب عليه اسم حضرتك باللغه الفرعونيه. من افضل التماثيل اللي اتعرفت في مصر الفرعونيه هو تمثال ابو الهول. في الحقيقه ابو الهول مبني على شكل راس انسان وجسم اسد، ويمكن الكاميرا جايبه شكل ابو الهول. ابو الهول سر من الاسرار بتاعه الحضاره الفرعونيه القديمه، وهو يجسد افضل واهم تماثيل النحت في مصر الفرعونيه. ومن خلفنا الهرم الاكبر صاحب ال 2.5 مليون حجر، وكل حجر بيزن من 8 ل 25 طن. الهرم الاكبر بناه خوفو، وكانوا بيستخدموا الاهرامات كمقابر تحفظ جثث الملوك. واحنا النهارده في جو شتوي جميل. الاهرامات منطقه جميله وندعوكم لزيارتها. كان اللي بيوصل او كان بيوصل للمقبره بتاعه سيشم نفر. مين سيشم نفر؟ هو كان ملك من ملوك الاسره الرابعه. انتوا عارفين ان الدوله القديمه كانت الاسرات من 3 ل 6. كان اشهر ملوك الاسره القديمه كان واحد اسمه سنفرو، وكان خوفو وخفرع ومنكورع. منكورع يعني ابن الاله رع. المدخل للمقبره كان صعب جدا عند اكتشافه، لدرجه ان المكتشفين ما كانوش عارفين يوصلوا الى القبو الداخلي. اول من بنى الاهرامات كان هرم مدرج بتاع زوسر، وبعدين جه سنفرو، وبعدين خوفو وخفرع ومنكورع. الهرم الاكبر خلفنا يتكون من 2 مليون و300 الف حجر، وزن الحجر الواحد من 8 ل 25 طن. المدخل كان عميق وكان كبير جدا، لدرجه ان كل الناس كانت محتاره ازاي يقدروا يخشوا في هذا النفق. هل هذا النفق يؤدي الى اسفل الهرم الاكبر؟ الله اعلم هل فيه ولا مفيش، بس الاكتشافات الحديثه بتقول ان المنطقه كلها ممكن توصلنا الى سراديب مهجوره. ويمكن لو الكاميرا جابت معانا كل الناس توطي كده، كل الناس توطي، كل الناس توطي. مقبره سنفرو كانت شبه المقبره دي بالظبط. يلا بقى نسمع تسقيفه بقى ونكون طيبين.